السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي وصفة مكبوس الدجاج بالطريقة الكويتية. سوينا وياها الحشو بنفس الطريقة بعد الطريقة الكويتية، وسوينا وياها الدقوس اللي تقدم مع المكبوس في كل تقريبا المطاعم، وإنه شيء يعني كده جايين سوا باكج كامل. فاليوم احنا سويناهم. إذا حابينكم تشوفوا التفاصيل حقة الوصفة كاملة كملوا معانا لنهاية الفيديو. في البداية أول شي بنسلق الدجاج. احنا عندنا دجاج مغسول ومنظف، بنحطه أول شي في القدر. النار مي مشغلة عليه، يعني قدر كده بدون قدر مو مشغل عليه. حطينا بهارات صحيحة، ورق غار، دارسين، هيل، كمون، كزبرة، وحطينا طماط وبصل وبهار مشكل. طبعا الكميات بنكتبها لكم في صندوق الوصف، ولا ننسى الفلفل والملح. زي ما شفت حطيت زيت زيتون، بعدها حطينا ماي مغلي تقريبا يغطي الدجاج، بعدين نتركه إلين ما يستوي. بالنسبة إلى الدقوس، في قدر على النار نضيف زيت زيتون، سمنة، زبدة، اللي تحبوه. احنا أضفنا زيت زيتون. نسويه على نار تقريبا من متوسطة إلى عالية. أول شي نضيف الثوم. نكون شوي يعني نسوي العملية هذه بسرعة، لأن أساسا الثوم بسرعة يحترق وبسرعة يستوي. فمن تطلع ريحته خلاص بس نحركه كده لين ما تطلع ريحته، بعدين خلاص. بعدها نضيف معجون الطماطم. طبعا كمية المعجون على حسب كمية الطماطم اللي احنا بنضيفها. تقريبا هنا أضفت علبة معجون كاملة. نسبكها على النار إلين ما خلاص يعني تطلع ريحتها وتبدي توصل لها المرحلة هذه. بعدها نضيف طماطم مطحونة في الخلاط أو طماطم مخلوطة. بعدين نضيف بهارات مشكلة، كزبرة، ما بقولهم كلهم حتى لا أنسى شيء، بس تقريبا أهم مكونين فلفل أحمر حار وليمون أسود مطحون. يعني في الوصفة هذه تقريبا هي والحشو وايد مهمة في الدقوس والليمون الأسود. بعدين نضيف ماي حتى نخفف الخليط ما يكون ثقيل وايد، ونمزجهم كلهم ونخليهم على النار إلين ما يغلوا. بعدها ننزل على النار تقريبا 15 دقيقة يكون جاهز. خلاص وصل لهالمرحلة معناها استوى يعني. طبعا إذا تحبوا إنه يكون حار وايد ما يكون متوسط الحرارة، تقدروا من البداية تضيفوا فلفل أحمر، فلفل أخضر حار أقصد. جينا للحشو. طبعا الحشو يحتاج يعني تكنيك في البداية، مو تكنيك ما أدري، بس إنه يعني يتسوي بهذه الطريقة. في قدر على النار لازم يكون مقلى حار بدون زيت. بس نحط البصل، نضل نقلب فيه إلين ما البصل كيف أقولها تقريبا يتكرمل في قاع القدر نفسه أو المقلى. بعدها نضيف ماء. شوفوا نقلبها بهالطريقة على النار. تشوفوا إلين ما يوصل لمرحلة زي ما قلت إنه هو يلزق في قاع القدر. احنا قاعد نسوي تقريبا عملية كرملة للبصل. زي ما شفتوا احنا كل شوي نضيف ماي كل ما يبدي البصل إنه يلزق أو إنه يلتصق بقاع القدر، نضيف ماي حتى يرجع يطلع، واللون اللي صار تحت يرجع للبصل. وبكده لين ما يصير لونه
البني الحلاو أو المرحلة اللي انتم تحبوها. يعني في ناس تحب انه يكون دايب مرة، في ناس تحب انه تكون عادي متوسط، بس هو يعني حلو انه يكون حلو ولذيذ لما يكون دايب اكثر. زي ما شفتوا كل شوي نضيف الماء بالتدريج في الاماكن اللي يكون فيها كذا، زي ما تشوفوا كذا بني، نضيف عليها الماء ونقلب. خلاص لما يوصل لها المرحلة اللي احنا نبى نوقف فيها، شفنا ده اللون، نضيف زيت ونخلص من مرحلة الكرملة إلى مرحلة التقلية أو التشويح. أضفنا هنا نخي مجروش، سلقناه نص استواء تقريبا، نص سلقة، نضيفه على الحشو، خليه يتقلى مع الزيت مع البصل. بعدها نضيف ليمون أسود مبشور، مو مبشور، مطحون، اللومي الأسود أو اللومي العماني مطحون، نضيفه في الحشو. بعدها نضيف البهارات، تقريبا هي عبارة عن كزبرة وهيل وفلفل أحمر وكمون، لا ننسى الفلفل الأسود والملح طبعا. زي ما قلت شفتوا الليمون الأسود وايد مهم في الحشو والدقوس، لأنه يعطي طعم حموضة، يعادل كل النكهات، فيصير كده شيء لذيذ. يعني جربوا، صحيح جربوا، لأنه يستحق يعني التجربة، جدا لذيذ. يمكن الغالب فينا راح مطاعم خليجية أو كويتية، جرب المكبوس اللي مسوى بطريقة صح، كان الحشو يعني عطاء كده شي لذيذ. نرجع للدجاج بعد ما استوى، شلناه من الماء السلق وحطيناه يتحمر، وشلنا البهارات الصحيحة لأنه يمكن في ناس ما تحب إنه يكون طعمها مبين. بعدها أضفنا الرز المنقوع والمغسول والملح. بعدها نضيف قطع زبدة ومنقوع الزعفران. طبعا الزبدة اختيارية، بس يعني في كل أنواع الرز زبدة في النهاية شيء لا يقاوم، وطعم جدا لذيذ يستحق يعني. بس بدأ الرز يتشرب كل الصوص زي ما نعرف، وكله نقول إنه خلاص ننزل على النار. بكده شفتوا الدجاج حمرناه، بس لقطة التحمير سقطت سهوا في التصوير. بعد ما حمرنا الدجاج استوى الرز، سوينا الحشو، بكده كل شيء يكون جاهز. الوصفة جدا لذيذة، فيها نكهات وايد، فيها كده شيء مميز يعني. جربوها. إذا نالت على إعجابكم اكتبوا لنا في التعليقات. إذا حابين إن احنا نسوي وصفات ثانية اكتبوا لنا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. وبالعافية مقدما، شكرا على المشاهدة، مع السلامة.